حابب في الفيديو ده اعمل مقارنة بسيطة ما بين مشروعين كبار نجحوا في الظاهر وعلموا وعملوا سمعة بره الظاهر، وبقت الناس تجي لهم من حتت بعيدة جدا عشان تستفيد بالخدمات بتاعتهم. طبعا في مشاريع كتير جدا في الظاهر ناجحة، بس انا حابب اعمل المقارنة دي، ومش بأي هدف غير انه فادتني انا بشكل شخصي. لما تأملت كده المشروعين دول ادتني رسالة فادتني كده بشكل شخصي، حابب اشاركها معاكم. اول مشروع هو وحيد بتاع الفول. وحيد مشهور من سنين كتير جدا، وبقى ليه زباينه اللي بتجيله من بره الظاهر، من تجمع ومن حتت بعيده. واحنا اهل الظاهر طبعا متعودين عليه من زمان، وخصوصا في شهر رمضان بنحب كلنا مسيحيين ومسلمين نروح له في اوقات متفاوته اثناء الليل ناكل عنده. المشروع التاني هو الفؤاد بتاع الفسيخ والرنجة اللي في شارع الظاهر. مشهور جدا، وبرضه طلع في التلفزيون زي وحيد، وجاله ناس عملوا لقاءات كتير عنده، وواخد شهرة كبيرة جدا بين اهالي الظاهر وبره الظاهر. المقارنة اللي حبيت اعملها ما بين المشروعين هي فكرة امتى اقول بس، امتى يبقى ربنا باعت رزق وخير بس اقول بس ستوب، انا اكتر من كده مش هقدر. انا ما عنديش تفاصيل قوي عن مشروع الفؤاد، او انا ما بحبش الفسيخ اصلا فما بلجأش ليه. لكن انا عارف من اهلي ومن صحابي انه في السنين اللي فاتت كان في توقيت معين الفؤاد بيقفل حجز الفسيخ ليوم شم النسيم، وبيقول خلاص ستوب، خلاص هو مش هيقدر يعمل اكتر من كده. دي المعلومة اللي وصلت لي. او بيبقى منظمها بشكل معين انه بيحجز وبيسلم في وقت معين، وعند وقت معين بيقفل الحجز والكلام ده كله. اللي على العكس ساعة وحيد كان زمان كنا بنستمتع بيه جدا، وانا كنت بنبسط باجواء الشارع والفايبس بتاعت رمضان والكلام ده. اخر سنتين وبالذات اخر سنة الحقيقة اتضايقت جدا، ما كانتش خروجة لطيفة بالنسبة لي، يعني اتقدرت فيها وشديت حتى مع اصحابي. ليه ابقى دافع 40 جنيه في طبق فول او 30 او مش فاكر كام، واخد طبق فول ما فيهوش حياء، ما فيهوش حته ملح، ما فيهوش اي حاجه خالص، الفول طالع من القدر على عندي، ولا زيت ولا حاجه خالص، او يمكن في زيت عشان ما ابقاش كداب. من غير ليمون ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه خالص، لا واعتقد من غير زيت كمان. واقعد اشحت الحاجات دي تلت ساعه. يا جماعه بعد اذنكم، طب ما ليه؟ ما انت مش قادر توفي بالاعداد اللي عمال تجيب ترابيزات وتوقف الشوارع وتقفل وتنتشر وتطلع وتطلع. ما هو لازم يجي وقت، انت في الاخر محل صغير قد كده اهو، وكل زباينتك مقعدهم في الشارع، ماشي، واخد تصاريح او ايا كان مظبطها ازاي دي بتاعتك، لكن كان لازم في وقت معين تقول ستوب. ربنا باعت خير ورزق بس خلاص انا مش قده، انا مش عارف اعامل الناس كويس، مش عارف اكرم الضيوف دي كلها او العملاء او الزباين دول كلهم، الموضوع اكبر مني. فهي دي الفكره، ودي الرساله اللي انا استفدت بيها بشكل شخصي، انه في وقت معين مهما ربنا بعت خير او شغل او رزق، لما هتحس ان انت هتأثر مع الناس، وبدل ما تكون سبب في انبساطهم من الخدمة اللي انت بتقدمها هتكون سبب قرف ليهم، لا خلاص انا مش هقدر اقبل الشغل ده. يا جماعة زي اي مطعم في الدنيا، مطعم مهما كان حجمه بيجي وقت معين في رمضان او في السيزون بيجي يقول ليست، في ويتنج ليست، هتكتبوا اسمكم وهتيجوا بعد نص ساعه بعد ساعه. لكن قعد وفي الاخر الناس تروح تدفع تقعد طابور قد كده، وبعد كده تشحت اكلها تقعد تلف بالنص ساعه وبالتلت ساعه عشان تعرف تاخد حاجتها بعد ما الراجل ياخد الورقه. لا الحقيقه انا اتضايقت جدا في اليوم اللي حضرت فيه في رمضان اللي فات، قبل يوم الخناقه بالظبط اللي اتقفل فيها وحيد. اتضايقت جدا، ما حسيت ان انا ليه بعمل في نفسي كده، ليه بنعمل في نفسنا كده. القعده صعبه، زحمه، الناس راكبه فوق بعض، طينه في الارض، الاكل واصل وحش، لانه خلاص انت مش قادر مهما كان صنعتك حلوه، انت مش قادر تكفي على الناس دي كلها، مش قادر تظبط، اطباق طالعه من عندك مش متهيئه، مش عارف الناس تسرفس، الناس بقت تتعامل وحش. انا اكلم واحد من اللي بينزلوا الحاجه يبص لي بقرف ويمشي لما اطلب ملح وليمون. فخلاص وصلت لتاني يوم او تالت يوم ما انا كنت سهران ان الخناقه حصلت والناس ضربت بعض وضربت العملاء والزباين اللي جات لكم، فالموضوع قفل. انا بتمنى انه وحيد يرجع يشتغل تاني بعد 3 شهور اللي واخدهم قفل دول، بس لما يرجع يستفيد بالقصه دي، وكلنا نستفيد من القصه دي، ان يجي وقت نقول ستوب، خلاص احنا مش هنقدر نعمل اكتر من كده، والخير اللي جاي ده هيروح لحد تاني وحد تاني هيستفيد بيه، بدل ما انا اخد. يعني النهارده كام محل اشتغل لما وحيد قفل في الظاهر؟ كتير، واسترزقوا سوق الوادي او غيره او غيره او غيره. فحلو ان انا كمان ما بقاش طماع، ان انا يجي في وقت اقول لا ممكن غيري يستفيد، مش لازم انا اللي اخد كل العملاء، لا يجي حد يقعد، لا يا جماعه مش هيبقى فاضي قبل نص ساعه، هاتوا اسمكم ونكلمكم، او تيجوا بعد نص ساعه يكون المكان فاضي نحجز لكم ترابيزه.
بس انا مش ضد وحيد ولا مع الفؤاد، لان انا ما بحبش الفسيخ اصلا والرنجة يعني. لكن حبيت اعمل المقارنة دي لعل وعسى تكون مفيدة لينا احنا، وتفيدنا في حياتنا وفي شغلنا، ونعرف امتى مهما ربنا بعت خير نقول له كفاية، احنا هنراعي ربنا في اللي انت بعته، ومش هنقدر ناخد تاني حد غيرنا منافس لينا يستفيد بالخير اللي جاي ده. بس